حول ولا قوة هو ده الولد؟ ها؟ هو ده الواد بتاع النوبة. ايه ده؟ هو انتوا خاطفين غيره؟ هو انا جبت سيرة الخطف يا باشا؟ شوف، في ناس كتير قوي واقفين بره، ولو عرفوا ان اللي خطف ابنهم موجود جوه القسم هيدخلوا وياخدوك، وانت بقى شوف هيعملوا فيك ايه. يا باشا انا مجرد نضرجي بشوف العيال اللي تنفع واقول لمرجان عليهم، واحنا كل شوية في بلد شكل. لما بلاقي ولد ماشي في الشارع لوحده او اهله مش واخدين بالهم منه بقول لمرجان، ومرجان هو اللي بيتصرف يا باشا. معاك رقم تليفون مرجان طبعا؟ ايوه يا باشا معايا. هاتولي التليفون بتاعه بسرعة. أني لازم أوصل للشرطة حالا، بس أني خايف. أمين الشرطة قال إني مطلوب في قضية سرقة. انت صدقت؟ دول بيخوفونا كلنا من الشرطة عشان محدش يبلغ عنهم، دي عصابة كبيرة. إيه؟ يعني عم حسنين اللي كان عاوز يقبض عليا مش أمين شرطة؟ لا طبعا، ده تبعهم. طب وياسمين؟ ما اسمهاش ياسمين على فكرة، اسمها مي، ومخطوفة من اسكندرية، وأول ما جت قعدت تعيط وتصرخ لغاية ما ضربوها حتة علقة، بطلت تفتح بقها من بعدها خالص. قوم معايا يا كريم، لازم نروح جسم الشرطة حالا. لا، أنا لا بروح ولا باجي. لازم ترجع لأهلك، انت مستفيد ايه هنا؟ كل اللي انت عملته ده غلط. أنا ما بقتش عارف الصح من الغلط، بس أنا ما أقدرش أعمل حاجة زي دي، لأنهم لو رجعوني لبيتي ههرب تاني. الو ايوه يا مرجان، انت فين؟ ايه ده؟ انت في حد جنبك ولا ايه؟ ايوه. طب انت فاهم ها؟ خلي بالك بقى. ياه، في المنصورة؟ طب يا حبيبي ترجع بالسلامة. لا 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 لا، سلام في المنصورة يا باشا. ماشي يا حبيبي. ها يا ابني، تابعت مع شركة المحمول؟ أيوة يا فندم، الاتصال تم من القاهرة. أما يا أخي التكنولوجيا دي عليها حاجات سبحانك يا رب. اخرس خالص. اسمع يا ابني، خليهم يدولك البيانات كاملة بتاعت صاحب الخط، ويكملوا تتبع للموبايل، ويوافونا أول بأول بمكانه بالظبط. وصلني يا ابني بسرعة بمديرية أمن القاهرة، وخد الأخ ده وديه الحجز. سامع؟ بيقول لك الحجز، وديه الحجز مش للناس اللي بره. تمام يا فندم. الولد المخطوف بتاع النوبة وصلت لنا صورته عندنا هنا. حاضر، أنا هتابع الإحداثيات مع شركة المحمول وهتحرك فورا. مع السلامة. حضر يا ابني عربية بسرعة، عندنا عملية مستعجلة. يعني ايه المطلوب دلوقتي؟ تبدلها لنا ببت تانية، احنا جايبين واحدة نشحت بيها ولا نصرف على علاجها؟ آسف، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، إلا إذا كنتوا هتدفعوا فرق نص عمولة. ماشي. كله يثبت مكانه ولا حركة. الحمد لله، هم دول اللي خطفونا. انت فارس صح؟ أيوة أنا،
وانا كريم محدش سأل عني. هو انتوا بلغتوا عنا ليه بس كده؟ ده احنا بنحبوكوا. كدابين يا فندم، دول عصابة كبيرة. تمام كله هيبان في التحقيقات. اخس، انا اتمسك بعد سنين الخبرة دي كلها؟ ماليش حق. انا ماليش دعوه بيهم، هم اللي الكلام ده تقوليه قدام النيابة. يلا قدامي. ايه؟ لقوا فارس؟ يا ما انت كريم يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك، ما تكلمش حد في الشارع ما تعرفوش، ممكن تلاقي ناس وحشة ما بيخافوش. 100 طريقة غريبة هيحاول يقنعك بيها، بس انت مهما عمل برضه ما تصدقوش. ممكن يقولك حتى كسبت في المسابقة، او هات تليفونك اصل انا عايز اعمل رنة، بس انت مهما عمل برضه ما تعبروش. لو حد قرب منك انده بأعلى صوت، هتلاقي ناس تساعدك ياكلوه زي الوحوش. اعترض، اصرخ، انده واستغيث، وقول الحقوني وما ترحمهوش. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك. لو حصل واتخطفت اياك تخاف او تنكسر، اسمع كلامهم كده وكده وفي النهاية هتنتصر. بلغ عليهم البوليس لأي ضابط او شاويش موجود هنا عشان تعيش. خلي بالك خلي بالك. وانت يا ابني ليه هربت؟ ضيعت ليه مستقبلك؟ قول يا رب واستنى، لازم تصبر تتأنى وانسى صحاب السوء، دي حياتك ليها معنى. والخلاصة فيها عبرة، اسمع كلامي فهم الفكرة. أبوك وأمك ضحوا وتعبوا عشان يبنوا لك بكرة، فمش صياعة إنك تخون وإنك تهرب، ده الجنون. ركز فكر خلي بالك. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك. خلي بالك وانت ماشي، ركز دايما خليك صاحي. خلي بالك خلي بالك خلي بالك. أمي يا حبيبي يا كريم، ليه يا حبيبي عملت كده؟ معلش يا أمي، أنا آسف. أنا اللي آسفة يا حبيبي، أنا ما بنامش، بدور عليك كل يوم وفي كل حتة. أنا لقيت شغل خلاص وهترجع المدرسة من بكرة. بجد؟ طب رفعت عليه قضية والحكومة حبسته خلاص. أنت أهم حاجة في حياتي. أنا بحبك أوي يا أمي. مفيش حاجة في حياتنا أهم من ولادنا. الأطفال ملهمش أي ذنب إنهم يتعرضوا للقسوة دي. عندك حق، شكرا يا حضرة الضابط. بنتي مي يا حبيبتي يا بنتي. ياه، أخيراً اتكلمت. يا حبيبتي يا بنتي، حصل لها إيه يا فندم؟ حادثة بسيطة والحمد لله أحسن دلوقتي. أنا مش هلعب بعيد عنكم تاني أبداً يا بابا. شفتي بقى اللي حصل؟ أنا أسفة يا بابا. طب يلا بينا، دي مامتك مموتة نفسها من العياط عليك. يلا يا حبيبتي يلا. كده يا فارس، مش أنا منبه عليك ما تمشيش لوحدك في الشارع وما تكلمش حد غريب؟ أني آسف يا أبويا، الحمد لله على سلامتك يا ضنايا. أني هموت من الجوع يا أمي، بقالي يومين ما كلتش حاجة. حالا يا حبيبي. عجبك كده يا فارس؟ ضيعتلنا وقتنا كله اليومين اللي فاتوا عمالين ندور عليك. مش أني قلتلك ما تمشيش لوحدك يا فارس؟ ومن إمتى إحنا بنكلم حد غريب؟ ها؟ معلش يا ولاد، سيبوه يستريح الأول وبعدين نبقى نفهمه غلط. استريح مين؟ أني هاكل وننزل سوا نلف على البلد حتة حتة. ليه بقى يعني؟ ها ليه؟ صوري مالية الشوارع، ده ولا كأني نازل الانتخابات.